كنا بنشرب مع بعض ونضرب ممنوعات. ده الكلام اللي قاله عشيق المتهمة بإنهاء حياة والدتها وهو ابن الجيران اللي ما كملش 14 سنة، علشان يكشف فيها كواليس علاقته بالمتهمة وليه أنهى حياة والدتها بعد ما دخلت لقيتهم مع بعض. ابن الجيران كشف عن تفاصيل ازاي اتقدم لها علشان يتجوزها وهو يا دوبك عنده 14 سنة، وكمان ايه اللي حصل ما بينهم. أنا مريم مجدي وتفاصيل كتير هنعرفها في الفيديو ده. على مدار الأيام اللي فاتت كانت الواقعة اللي هزت مصر من خلال فتاة بورسعيد اللي أنهت حياة والدتها بالتعاون مع عشيقها ابن الجيران اللي عنده 14 سنة، وده بعد ما لقيتهم مع بعض في وضع مخل داخل البيت بتاعهم. لكن علشان تكون الواقعة دي حديث الناس كلها على السوشيال ميديا وكمان الرأي العام بسبب اللي عملته البنت وعشيقها في المجني عليها، واللي كانت بتترجى بنتها إنها حتى تسيبها تقول الشهادة وهم مش رحمينها. الولد المتهم ده كشف في تحقيقات معاه إن تفاصيل كتير عن علاقته بالمتهمة، إزاي كانت بينهم علاقة، ووصل الموضوع إنه خلاها مش آنسة، وقال في كلامه إنه عرف المتهمة من خلال أخوها اللي كان صاحبه، وباعتبار إنها بنت الجيران فكانوا بيشوفوا بعض كتير، ومن هنا بدأت تبقى في ما بينهم قصة حب. الولد ده قال إن بداية العلاقة بينهم كانت لما شافته مرة وهو بيشرب ممنوعات وطلبت منه إنها تجرب، وبالفعل جربت، ومن هنا بدأت تشرب معاه علشان يكون الموضوع هو الارتباط ما بينهم. مش بس كده، لكنهم بعدها حبوا بعض وبدأت ما بينهم يبقى في تطورات في العلاقة دي. المتهم قال إنه تقدم علشان يتجوزها أكتر من مرة، لكن والدتها كانت بترفض. مش بس كده، لكنها كمان أجبرتها على الخطوبة من شخص تاني، وده علشان تبعدوا عنها، ولكنهم علشان كانوا مرتبطين ببعض وبيشربوا ممنوعات استمرت العلاقة ما بينهم. في نفس الوقت المتهمة قالت في التحقيقات إن ابن الجيران اللي عنده 14 سنة ده هو اللي خلاها مش آنسة لما في أحد الأيام دخل عليها البيت وهي كانت لوحدها، وحاولت تهرب منه وتقفل على نفسها الحمام، إلا إنه دخل عليها علشان يبدأ ما بينهم علاقة، واللي استمرت بعد كده لفترة كبيرة. قالت كمان إن والدتها كانت عارفة بعلاقتها معاه ودخلت عليهم البيت قبل كده، وكان ابن الجيران ده قاعد مع أخوها واتخانقت معاهم علشان بيدخلوه البيت وطلبت منها الابتعاد عنه، لكن علاقتهم استمرت حتى بعد خطوبتها لحد ما دخلت عليهم البيت يوم الواقعة ولقيتهم مع بعض علشان يهجم عليها ابن الجيران ده ويخلص عليها، وهي كانت واقفة بتساعده ومامتها بتتوسل ليها انهم يرحموه. انتوا كمان شاركونا برأيكم في الكومنتات وقولوا لنا من وجهة نظركم ايه العقوبة المناسبة للولد المتهم ده وكمان للمتهمة اللي أنهت حياة والدتها بالشكل